عظيم جدا. يبقى كل دي حاجات بتساعد على قيام الحضارة. وبرضو اوعى تنسى اهم جزئية لازم تكون موجودة، اللي هي جزئية كفاح الانسان. طب تعالى دلوقتي نسيب الخريطة الحلوة اللي قدامنا دي ونبدأ نقول حاجة بسيطة جدا. ربنا سبحانه الله تعالى منح المنطقة العربية بتاعتنا مقومات كتيرة. يعني ايه مقومات؟ يعني عوامل مساعدة. طب العوامل المساعدة دي طبيعية ولا بشرية؟ الاتنين، عوامل مساعدة طبيعية وعوامل مساعدة بشرية. العوامل دي أدت لإيه؟ أدت لقيام حضارات مزدهرة بين الحضارات القديمة. يعني بدأ إن الإنسان يكافح ويشتغل ويجتهد لحد ما بدأ يعمل حضارة عظيمة جدا زمان. حلو أوي. هنا السؤال، إيه بقى الحاجات اللي خلت الحضارة بتاعته ده عظيمة؟ وإيه الحاجات اللي هو عملها؟ تقول لي يعني إيه؟ يعني لما نيجي نتفرج على مصر، هي مش مصر كان عندها نهر والعراق عندها نهر؟ طبعا. وعلشان الأنهار اللي موجودة دي، أقدر أقول لك إن دي العوامل اللي المصريين والعراقيين هيستغلوها علشان يبنوا حضارة. لأن حضارة مصر والعراق حضارة زراعية. يعني السؤال بيقول، إيه اللي خلى الحضارة تقوم في الأماكن دي من غير الأماكن التانية؟ تعالى. أولا، أنا عندي 6 عناصر، 5 منهم عوامل طبيعية وعامل أخير يعتبر عامل بشري. ابدأ كده اشتغل على أول جزئية، المفروض إن احنا شرحناها، اللي هي إيه؟ وجود الأنهار. مش الأنهار أدت لقيام الزراعة؟ والزراعة خلى الإنسان يستقر. اديني أمثلة يا مصر عشان أصدقك. أنا يا ابني مش لسه شارح لك إن مصر فيها نهر النيل والعراق فيها نهري دجلة والفرات؟ وبما إن فيها الحاجات دي، يبقى موجود فيها أنهار ساعدت على قيام زراعتها. بالمناسبة حضارة بلاد العراق اسمها حضارة ما بين النهرين، أو حضارة بلاد الرافدين، اللي هو نهر دجلة والفرات يعني. حلو. تاني حاجة، ينفع الحضارة تقوم في مكان معزول عن كل الحضارات اللي جنبها؟ يعني ينفع دلوقتي عشان حضارة تنمو وتبقى حضارة قوية تقفل على نفسها بابها وما تتواصلش مع حد تاني؟ الكلام ده ما ينفعش. امال ايه يا مستر اللي بيحصل؟ لازم يحصل بين الحضارات حاجة اسمها تواصل. طب التواصل ده يتم ازاي؟ يتم ان ما بيكونش فيه ما بين الحضارة والتانية حاجات فاصلة او حاجات تعزل ما بينهم، زي غابات، زي صحاري كده.